أنت طبيب وشاعر يا أخي، الدين ما شغلتك. من يتكلم في الدين يجب أن يكون حافظا لكتاب الله ومختصا في شؤون الدين. بنفس المنطق منقول أنه معظم السياسيين الناجحين في العالم هنو ما خريجين علوم سياسية ولا دارسين علوم سياسية أبدا. ما أقوله أن الدين هو أخطر وأهم من أن يترك لهؤلاء الذين يسيئون فهم الدين وفهم الحياة. مرحبا. كثيرا ما أسمع رجال الدين أو المعلقين يقولون لي: يا أخي، الدين ما شغلتك، الدين ما مختصاصك، دعه جانبا. هل تقبل أن يقوم شخص عادي غير طبيب بإجراء عمل جراحي أو كتابة وصفة؟ لذلك رجاء لا تتحدث في الدين وشأنه. كم تحفظ من القرآن؟ كم تحفظ من الأحاديث؟ من هم المشايخ الذين تتلمذت عليهم؟ ماذا تعرف من علم أصول الدين؟ ماذا تعرف من علم أصول الفقه؟ ماذا تعرف من علم المواريث؟ كيف تتحدث في أمور الدين وهناك أناس درسوا في كليات الشريعة الإسلامية 4 سنوات أو حازوا على شهادات الماجستير والدكتوراه، أو أشخاص حفظوا القرآن عن ظهر قلب، وأنت جالس وتنظر وتحكي وتكتب وتعمل فيديوهات عن الدين؟ الدين ما شغلتك. باختصار هذا كتير يعني كلام أنا بسمعه واعتراض كتير بيتوجه لي. كذلك يقولون: محمد شحرور دكتور بالهندسة المدنية، إيشو شغلته بالدين لحتى يفهم بالدين والقرآن؟ وكمان فرج فودة هو مهندس زراعي، إيشو دخلوا بالإسلام؟ يعني الدين هو اختصاص، ليش هالناس هدول عم يعتدوا أو عم يدخلوا على شيء هو خارج اختصاصهم وغير مهيئين إنهم يحكوا فيه؟ هلأ بنفس المنطق اللي هنو عم يحكوا فيه بدي أقول: يحيى الفخراني هو طبيب، إيش دخلوا بالتمثيل يا أخي؟ روح يفتح عيادة ويمارس الطب، ليش عم يمثل؟ ما شغلته هاي. كذلك بنفس المنطق يمكن أن نقول أنجلينا ميركل اللي هي معها دكتوراه بالفيزياء على سبيل المثال، إيش دخل بالسياسة يا أخي؟ أنجلينا ميركل خليها تروح على الجامعة تدرس الطلاب فيزياء، هاي شغلتها وأفيد لها. لذلك القضية فيها لبس أنا برأيي ويحتاج إلى تبيان. هلأ ناخذ على سبيل المثال أهم السياسيين الناجحين بالعالم، يعني هنو ناس ما درسوا علوم سياسية ولا معهم أي شهادة أكاديمية في علوم السياسي. وأهم رجال الأعمال في العالم أصلا هنو ناس ما درسوا ما بزنس ولا اقتصاد ولا شيء، هنو مع ذلك هنو رجال أعمال ناجحين. وفي كتير ناس درسوا بزنس وعلم سياسي وإلى آخره، ما شرط يكونوا سياسيين ناجحين. وبالتالي هون عم نتكلم نحن عن نوع من الخبرات هي خارج مجال الاختصاص يعني بدقة، يعني السياسي، الاقتصاد، الدين، الثقافي، هالأمور هاي. كذلك الأمر ممكن شخص يكتب رواية عظيمة أو يكون شاعر عظيم وما يكونوا بنفس الوقت يعني دارس أدب عربي أو آداب. لذلك هي نمط من الخبرات أو الحقول مختلفة، يعني ليست لا تقارب من جهة أنه حقل الاختصاص. يوجد فروقات كبيرة ما بين حقل الدين وحقل العلم، ضروري جدا نحن نراعيها ونتفهم هي الفروقات. وبالتالي لا يمكن قياس الدين على العلم، لأن الدين هو ليس علم، الدين هو معرفة من المعارف الدينية. الاختصاص في الدين ليس اختصاصا في العلم. يعني إيش الفرق بين العلم والدين؟ العلم بيهتم بالظواهر القابلة للقياس والتجريب، يعني كل شيء غير قابل للقياس والتقدير الكمي لا يدخل في إطار العلم. مرجعية العلم هي عامة، يعني ما في إنه علم على سبيل المثال فيزياء إسلامي وعلم فيزياء فرنسي وعلم فيزياء للسكان البيض وعلم فيزياء للسكان الأسكيمو. في علم فيزياء وبس لكل البشر، ومرجعيته عامة الناس. مرجعية العلوم ملزمة، ما بتتعلق برأيك وخيارك واقتناعك، يعني 1+1 في النظام العشري يساوي 2، بغض النظر أنت عرفت ولا ما عرفت، قبلت ولا ما قبلت. الأرض تدور بغض النظر عن موافقتنا عن هذا الأمر أو تحفظنا أو إلى آخره. بينما في موضوع الدين بيعرض لخبرات وجودية نفسية شخصية غير قابلة للقياس وغير قابلة للتعميم بشكل علمي. مرجعية الدين فئوية، يعني ما في شيء اسمه دين لكل البشر أو دين لكل الناس. في دين إسلامي، في دين مسيحي، في دين يهودي، في دين بوذي، في إلحاد، في اللي بدك إياه. وبالتالي الدين أديان، بينما العلم
هو مرجعيته واحدة وموحدة. لذلك الدين يختلف بشكل كبير عن مجال العلم من هالناحية هاي، لأنه مرجعية الدين هي فئوية، ومرجعية الدين تقوم على القناعة والاختيار. يعني أنت بتختار هالشيء، بترتاح لهذا الاعتقاد، تدين بهذا الاعتقاد، فالدين ما يدين به الإنسان بينه وبين نفسه. بعدين الأسئلة اللي بيطرحها الدين على سبيل المثال لا يمكن الإجابة عليها بمنطق العلم. يعني هل يوجد ملائكة على سبيل المثال؟ مش قد عدد الملائكة؟ هل يجوز أكل لحم الخنزير؟ هلا إذا أنت اعتقادك الديني لا يجوز أكل لحم الخنزير، لا يجوز أكل لحم الخنزير. إذا اعتقادك الديني أنت يجوز أكل الخنزير، هو يجوز أكل الخنزير. الأمر أنت المرجع فيه، أنت اللي بتقرره، أنت بتقرر بيجوز وما يجوز، أو المنظومة الدينية اللي أنت بتؤمن فيها. بس العلم ما بيقول لك تاكل لحم خنزير ولا ما تاكل لحم خنزير، بيقول لك هذا تفضيل شخصي إلك. العلم بيهتم بشيء آخر، أنه هاللحم هذا اللي بدك تاكله على سبيل المثال في أمراض ولا ما في أمراض بس. ومثل لحم الخنزير ما يمكن يكون مريض، لحم البقر ممكن يكون مريض، وبالتالي القصة العلم ما بيقول لك إيه ولا بيقول لك لا. كذلك الأمر، إنسان بده يصلي صلاة التراويح 8 ولا 20 ولا 5 ولا، العلم اشتغلوا بهالموضوع هذا ما له دخل فيه. وإنسان بده يحتفل بعيد الفصح على سبيل المثال أو عيد الميلاد شرقي ولا غربي، العلم ما له دخل فيه، يحتفل بالطريقة اللي بتناسبك واللي أنت بترتاح لها. هلا النقطة الثانية، الدين خاصة في شكله الإسلامي السائد يتدخل في كل مناحي الحياة. كيف وماذا تأكل، كيف وماذا تلبس، كيف تفرح، لا بل وكيف تنام مع زوجتك في الفراش، أو كيف تدخل الحمام على سبيل المثال. أقول هذا الدين الإسلامي بشكله السائد والشائع، ولكن اللي مهم نحكيه هون هذا فهم معين للدين تبلور خلال زمن من خلال المؤسسات السياسية وثقافي في عصور سابقة. وبالتالي الدين الإسلامي هو قابل لفهوم وقابل لتفسيرات مختلفة عن ذلك، بتكون أخف تدخلا في شؤون الناس، وتحافظ فقط على الإطار العام للقيم الأخلاقية والفائدة الروحية اللي الإنسان بينشدها فيه. إذن اللي بدي أقوله هو الدين هو شأن عام بامتياز، لا يقتصر تأثيره على المتدينين فقط في المجتمع، لكون يعني الناس الرجال الدين أو الناس المتشددين يحاولون فرض وصايتهم على المجتمع وآراء الناس من خلال الدين ومن خلال مشروعية الدين. لذلك الكلام في الدين هو كلام بهم كل الناس، لأنه هو عم يتدخل في شؤون كل الناس. لأن هدول الناس اللي عم يفهموا الإسلام بطريقة شمولية عم يفهموا في شيء اسمه بالنسبة لهم أسلمت السياسي، وبالتالي بدك تستلم سلطة وتقوم بفرض هذه المنظومة الدينية على الآخرين. وبالتالي هون نحن ما عم نحكي عن الدين، عم نحكي عن السياسي وعن الشأن العام. بدنا نقوم بأسلمة الاقتصاد، بدنا نقوم بأسلمة العلوم، بدنا نقوم بأسلمة الحياة، إيشو تلبس، إيشو تمشي، إيشو تحكي، إيشو كذا إلى آخره. لذلك هو نوع من فرض الهيمنة على المجتمع. لذلك من الضروري الحديث فيه ومناقشته كقضية عامة وشأن عام يخص الناس وثقافة الناس وأفكار الناس، وليس كشأن ديني خاص. هي قضية كتير مهمة. والدين اللي بدي أقوله أنه في مجتمعاتنا، يعني ثقافتنا في جزء كبير منها هي دينية في بلادنا يعني. وبالتالي هذا الأمر المهم اللي هو الدين لا ينبغي تركه لفئة من الناس تدعي الاختصاص وتدعي المعرفة والقرب من الله أو الوصاية على الناس دون ما دليل أو برهان. عندما أتكلم عن الدين والإسلام أنا لا أتدخل في عدد ركعات صلاة التراويح أو كيفية الصلاة الصحيحة، ولا في أحكام الحج، ولا أنه تحج ولا ما تحج على سبيل المثال، ولا الطريقة الصحيحة في الوضوء، فهذا ليس شأني. يعني ممكن رجل الدين يجاوب على هي الأسئلة بطريقة أدق وله مصداقية أكثر مني. أنا أتناول الدين بصفته ثقافة مؤثرة في حياة الناس. مثلا لنأخذ ظاهرة الاستبداد السياسي وتداخله مع الاستبداد الديني. هون عم نحكي في أمر يهم الناس، يهم الحياة، يهم السياسي، الشأن العام. وهون قضية مهمة ضروري جدا نفهم ونفكك المنظومة الدينية اللي بتدعم الاستبداد السياسي أو تتوسل للاستبداد السياسي. لأن الغاية هون ما الغاية هي الدين، الغاية أنه هي تجنيب المجتمع والناس والمسلمين قبل غيرهم ضرر أكبر وعملية استغلال سلبية للدين. كثيرا من انتهاكات حقوق الإنسان يتم تبريرها باسم الدين، مثل شيء اسمه قتل المرتد. يا أخي واحد بده يقوم
يغير دينه أو ينتقل انتقالا عقائديا، مثل أنت ما لك حرية الاعتقاد، لك حرية تغير هذا الاعتقاد. ربي يسر شو دخلنا بهذا الإنسان، إذا هو زي هاي قناعته وهذا رضا، ما بصير أنا أفرض شيء على الناس. القضية الثانية أو التطبيق الوحشي لبعض ما يسمى بالحدود، تصور أنك تقطع إيده إنسان، يعني بدل ممكن تعاقبه، يعني ممكن تعاقبه عقوبة وتقدم له ظروف أفضل لإصلاح هذا الإنسان، يعني أو لإرجاعه عضو فاعل في المجتمع، بس ما تعمل إعاقة له أو استجمة أو مثل هيك شغلة بالمجتمع كل الناس تعرفه، لحتى آخر شيء ممكن الإنسان يعني وين ما بيمشي هذا سارق هذا سارق هذا سارق. أنت بدل ما تحل مشكلة عملت مشكلة أكبر منها بكتير. ولذلك يعني يجب فهم ديناميكي حيوي لبعض القضايا الموجودة في الدين، وبالذات في قضايا التشريعات. أو موضوع الغنائم، بيجي واحد بيسرق لك بيتك، بيسرق لك أملاكك وبيقول لك هي غنائم على سبيل المثال، أو سبيل النساء مثل اليزيديات شرعنوها باسم الدين، كذلك الأمر. لذلك قضية مهمة إنه شرعنة انتهاكات حقوق الإنسان باسم الدين هي قضية كتير سيئة. بالمقابل يعني مشان احنا ما نعمم، أنا على قناعة وكل إيمان أن الدين الإسلامي قابل لفهوم وتفسيرات مهمة وحيوية، ويوجد تجارب في الماضي والحاضر حول ذلك، بس تحتاج إلى تعميم وتحتاج إلى تبني وتحتاج إلى اشتغال عليها. لأنه بالنهاية الإسلام هو دين مثل أي دين تاني قابل للتغيير ويتغير سواء شئنا أم أبينا، رفضنا أم قبلنا. مازال الزمن عم يتغير، ومازال الاقتصاد عم يتغير، ومازال الظروف عم يتغير. تدين الناس في المجتمع رح ياخذ أشكال تتعلق بثقافتهم ومستواهم تفكيرهم ومصالحهم التي يحتاجون إليها. عالميا كليات الشريعة أو معاهد اللاهوت المسيحي لا تصنف كأقسام رسمية في الجامعات، لأنه من أصل الدين يعني ما بيقوم على منهج علمي ولا يدرس وفق المنهج العلمي اللي حكيته سابقا. يعني الدين دائما هو خبرة روحية، مرجعيته الحرية ومرجعيته الشخص نفسه والإيمان نفسه، أو مرجعية فئوية لمجموعة من الناس. ما في مرجعية عامة قابلة للقياس والتجريب في الدين. لذلك يعني ما بإمكاننا نقول أنه كلية الشريعة إلا على سبيل المجاز، يعني أو كلية اللاهوت إلا على سبيل المجاز. وضم للجامعات هو قضية، قسم كبير من الجامعات المحترمة في العالم ما فيها كليات لاهوت ولا شريعة ولا أي علم من العلوم الدينية يعني. وفي كليات بيكون فيها معهد بسبب أنه من الأصل الكلية هي قبل 100 أو 200 أو 300 سنة كانت هي من الأصل يعني كلية دينية، ومن ثم تطورت أصبحت كلية علمية مهمة. لذلك بيحافظوا على شيء من التراث، أو ممكن نقول مجازا، بس أنه يعني ككليات لاهوت أو شريعة كأقسام رسمية في الجامعات المحترمة في العالم ما بنشوفها هي الشغلة. لأنه من الأصل كليات اللاهوت والشريعة لا تقوم على منهج علمي. يعني ممكن يكون واحد بيقول لك أنا دكتور بالشريعة يا أخي، أو بروفيسور بالشريعة، أو معي ماجستير بالشريعة، أو حاصل على بكالوريوس بالشريعة، أو قدمت أطروحة التخرج بالشريعة، أو بحث علمي بالشريعة، أو إلى آخره. الكلام لا يجوز هذا. لأن اللي بدي أقوله أنت عم تاخذ بس المسمى، عم تاخذ الألقاب العلمية، وعم تاخذ التصنيفات اللي بتستخدمها الكليات وعم تطبقها بهذا المجال. يعني أنت البحث اللي عم تقدمه بالشريعة هذا لا يوجد مرجعية عامة له، وليس قابل للتجريب والقياس. يوجد شيء اسمه معارف دينية يتبحر بها ويدرسها من يرغب بذلك استنادا إلى عقيدته الفئوية التي ينتمي إليها والتي يقتنع بها. وبالتالي يوجد معرفة دينية ولكن لا يوجد علم ديني، وبالتالي كلمة علماء الدين تعبير غير دقيق. يوجد شيء اسمه رجال الدين. هلا بيجي واحد بيقول لك لا الدين هو من العلوم الإنسانية. يا أخي بكل العالم في علوم إنسانية، والدين هو من العلوم الإنسانية. يعني ليش أنت هيك متشدد وعم تحكي بهالمنطق هذا؟ العلوم الإنسانية لا تشمل الدين بحد ذاته. ممكن صح، هلا العلوم الإنسانية ممكن ندرس شيء اسمه تاريخ الأديان. هلا دراسة تاريخ الأديان مثله دراسة علم التاريخ. يعني أنت بتدرس على سبيل المثال تاريخ العلوم، وبتدرس تاريخ الأديان، وبتدرس تاريخ الاقتصاد. صح، دراسة تاريخ الأديان هو جزء من العلوم الإنسانية، هذا كلام صح، بس ما الدين بحد ذاته. أو علم الأديان المقارن، يعني تجيب أنت هون الأديان وتقارن شو هذا المذهب بيقول وهذا بيقول وهذا بيقول إلى آخره. صح، هون في شيء موضوعي بالأمر. علم الأديان المقارن صح هو جزء من العلوم الإنسانية. أو على سبيل المثال علم نفس المجتمعات الدينية هو جزء من علم النفس الجمعي.
وبالتالي يمكن دراسة كيف تفكر المجتمعات المتدينة، ما هي القيم لديها إلى آخره، ولكن بشكل موضوعي من خارج الموضوع، أنت كعالم كباحث عم تدرس، وليس من داخل الموضوع ومع أو ضد ونحن وأنتم إلى آخره وهيك شيء. هذا إذن المشمول في العلوم الإنسانية هو الدين كظاهرة ثقافية وليس الدين بحد ذاته. وشكرا لكم على متابعتكم.